بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس 19 من دروس بيان موطأ الإمام مالك. مثلا كنت سمكتير مازال غاكذ باب نمزورو يقف الإمام مالك اللي هو وقوت الصلاة. وقوت الصلاة. طيب، كنت سمكتير واحد الفائدة مهمة جدا، أن الأئمة وهم يجمعون حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يختلفون في الاستفتاح. هناك من يفتتح كتابه بالطهارة، هناك من يفتتح كتابه بالاستنجاء تكور، هناك من يفتتح كتابه كما فعل الإمام البخاري ببدء الوحي، يعني أول باب بدء الوحي، يجيب حديث بدء الوحي. هناك من يبدأ كتابه كما فعل الإمام مسلم مثلا بباب الإيمان، ولكن الإمام مالك بدأ بباب وقوت الصلاة. وشرحنا لكم علاش ما قالش أوقات جمع قلة، قال وقوت جمع كثرة لسببين اثنين. السبب الأول أن الصلوات هي 5، المفروض يقول أوقات 5، لو كان كاين 50 يقول وقوت، مادام 5 يقول وقوت، يقول أوقات. السبب الأول أن الصلوات تتكرر في حياة المسلم إلى أن يموت. بنادم يتظلل ما يموت، 5 ظلة، ولكن يتظلل ما يموت. السبب والسين ذي الأجر، أجر الصلوات هي 5 في العمل و50 في الأجر. شرحنا كاع الأحاديث هذيك الأولى، شرحنا 19 حديث. اليوم نبدأ بحديث آخر رقم 20، حديث مهم جدا نسمعوه مليح. حديث رقم 20 في كتاب الموطأ. حدثني يحيى بن يحيى الليثي، يميزنا بين يحيى بن يحيى الليثي وغيره اللي يحمل نفس الاسم يحيى، صافي المقصود يحيى بن يحيى الليثي. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، نسمع مليح الحديث: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث مهم جدا. المعنى الإجمالي: وين مرثفات ظلت العصر وري زولار ديال الوقت صلاة العصر، إنك أمين سلب منه أهله وماله، أصيب في ماله وأهله، في أهله وماله. ذا شو قوارنا كويس مثلا بعيد الشر ما اللي قيمة كيوان أكينين تضرر المصيبة القخام إمولانيك تمطوثيك الرويك مصيبة توكرا نغموث ناشوس نظران نغماله هذه اللي ونسعى كاميون اسيني كاميونيك الله يرحم داين يخدم اكسيدون ويروح مصيبه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تبعوا مليح الحديث، لازم نفتتوا معاني الحديث. إن يشويلوا ما تفوت تظلت العصر تفوتاس وتشزول هذه الوقت إن أمن يعني أصيب في أهله وماله. وذي اللغة العربية الشخص الموتور وتر، هذا نجد نسيس. الشخص الموتور هو الذي أخذ أو سلب منه أهله وماله أمام عينيه. هذه خطيرة، هذه خطيرة. ممكن واحد يلقى الطوموبيل نتاعو يسرقوها داوها كامل، هذه مصيبة. المصيبة الأكبر أنت تشوف ويديوها لك، صح ولا ماشي صح؟ وما تقدر دير ولا شيء. وين ما تقدر ما تدير ولا شيء. ولا بعد الشر واحد يروح له أهله، يصاب أهله أمام عينيه.
خطر أين توالثيط هذه جراح وول مول توالثيط مقارة هذه جراح من ولكن باش أمين يحضر يتوالي وقي تعرف مدينة الشخص الموتور هو الذي أصيب أو سلب أو أخذ منه أهله وماله وهو ينظر. صافي النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم إناش وين ما تفات صلاة العصر وتزول يعني المثاث يعني يا الميديك شمال المغرب وقال المقصود قلت هذا الشرح مازال وال ماشي وين ثلاثة صلاة العصر فشحال 3 و4 فشحال المغرب 5:30. طيب ما يليون يزول العصر في 5:25 سي بون راه في الوقت الضروري ماشي سي بون معناها مليح لا افضل الصلاة في اول وقتها ولكن ما يليون مشغول دين في قاول نفاغ الشمس وساشويلان ناخاك يقفري حذر كان كتف المغرب. المقصود بهذا الحديث أنه إذا كان شخص فاتوا صلاة العصر حتى انتهى الوقت الاختياري والوقت الضروري. فهم يا جماعة الخير؟ ثم السؤال مطروح علاش النبي صلى الله عليه وسلم هضر على صلاة العصر وعلاش ما قالش على صلاة الظهر وصلاة الفجر صلاة العشاء هذه كاع أوقات. وربي قال في القرآن في سورة النساء الآية 103 إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذن لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر في هذا الحديث؟ لماذا؟ في إجابات من هذه الإجابات مأخوذة من قوله تعالى في سورة البقرة الآية 238 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. سورة البقرة الآية 238 ربي قال حافظوا على الصلوات كاع ولكن أكد على الصلاة الوسطى. شكون هي الصلاة الوسطى؟ كاين من العلماء اللي قالوا المقصود بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر. فهمت كيفاش ذا شو تظهر ثاني ثالث ماست صلاة العصر ولا لو قادينا صلاة الفجر ولكن نأخذ على رأي من قال بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله أصيب في أهله وماله وهذا غم كبير وحسرة كبيرة. صافي على رأي اللي قالوا بصلاة الوسطى صلاة العصر فهمنا. ولكن ابن عبد البر الله يرحمه ويرضى عليه هذا ابن عبد البر شكون؟ واحد من أقطاب الفقه من علماء الأقطاب طول مالكي عنده كتب من هذه الكتب كتب كثيرة وجميع كتبه جميلة وممتازة وعلمية ونافعة. من هذه الكتب كتاب اسمه التمهيد ولنا عودات إن شاء الله تعالى في مستقبل الأيام باش نستشهد بأقواله في التمهيد. وعنده كتاب اسمه الاستذكار. صافي العالماقي ابن عبد البر أعطانا واحد المخرج تعرف واش قال؟ نقرأ كلامه قال لك يحتمل هذا الحديث يعني أن الحديث خرج جوابا لسائل عن تفوته العصر. معنى قال لك المخرج نتاعو أن واحد من الصحابة جاء النبي صلى الله عليه وسلم واستقساه قال له يا رسول الله كني راحتي العصر فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال السائل محتمل. سبحان الله كي نقرا هذه التخريجات العلماء نقول سبحان يخمموا بزاف يفكرون صحيح هناك من قال المقصود بصلاة الوسطى هي صلاة العصر على رأي من قال بذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن هذا الذي تفوته صلاة العصر. لماذا لم يذكر سائر الصلوات؟ وربنا يقول في سورة النساء إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهناك أحاديث أخرى تحدث عن سائر الصلوات.
والإمام ابن عبد البر بعدما ذكر الأحاديث تتحدث عن لزوم وضرورة المحافظة على الصلوات في أول الوقت، أو على الأقل في الوقت الاختياري، وعند اللزوم والضرورة في الوقت الضروري. والحمد لله شرحنا الوقت الاختياري والضروري للصلوات كما تقدم. شو قال ابن عبد البر؟ إنك يحتمل أن الحديث خرج جوابا لسائل عن تفوته العصر، وأنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم لو سئل عن غيرها لأجاب بمثل ذلك. سبحان الله. قال كل كان واحد آخر استقساه على صلاة الفجر ولا الظهر ولا المغرب ولا العشاء يجيب بمثل ذلك بنفس الجواب. وبعدين واش يقول في الأخير؟ فيكون حكم سائر الصلوات كذلك. ما شاء الله. معناتها يا ناس ماشي اللي نشوفوا ضيع العصر نجيبوا الحديث للظهر او الصلاه الاخرى نقولوا لا ما مسموح. نزيد نكمل. يقوي ذلك الشيء اللي يقوي هذا المعنى بشوف ما رواه ابن حبان من حديث نوفل بن معاويه مرفوعا. واش يقول؟ من فاتته الصلاه، ما ذكرش صلاه من الصلوات، وين فات الصلاه فكأنما وتر أهله وماله. ظاهر الحديث يشمل جميع الصلوات المكتوبات. إذن الذي يقوي الفهم الذي ذهب إليه ابن عبد البر رحمه الله، وهذا الحديث ذكرناه قبل الأذان، من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله، معناه بلا استثناء كل الصلوات. وهذا الذي ينسجم طبعا مع الأمر القرآني إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أمر آخر، السؤال المطروح: ما المقصود بفوات وقت العصر؟ هل المقصود أن الإنسان ما يلحقش صلاة الجماعة؟ وقال المقصود، وسيأتي الحديث رقم 22، سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله الحديث رقم 22 الذي ذكره، يعني راه موجودة في الموطأ، ولكن الإمام مالك عنده واحد الموقف تجاه ما ورد في مضمون الحديث اللي ذكروه رقم 22، سيأتي بيانه. علاه؟ طيب أكيد صلاة الجماعة عندها أجر درجة 25 أو 27 درجة، ونظل صلاة الجماعة. وإذا تظليث صلاة الوقت نتاع الفضيلة هو أول الوقت. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أفضل الأعمال فقال: الصلاة لأول وقتها. سئل عن أفضل الأعمال شو الخدمة غيك وقلهان إن يستظلث ماشي في وقتها، في أول وقتها، ولكن الوقت الاختياري في أي جزء من أجزاء الوقت الاختياري أوقعت فيه صلاتك فأنت مطبق لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولك أجر من أدى صلاته في الوقت ما دام زلت الوقت الاختياري. والوقت الضروري نناد باللي هناك 10 أسباب شرحناها فيما سبق، 10 أسباب تسمح لنا أن نؤخر الصلاة من وقتها الاختياري إلى وقتها الضروري. طيب، ما المقصود بفوات وقت العصر؟ إذن نجيب حديث ابن عمر مرفوعا، واش يقول؟ من ترك العصر حتى تغيب الشمس. سبحان الله، حتى تغيب الشمس معناتها وين يظل بعذر في 5 و25 العصر نورمال يسعى العذر، بل أكثر من ذلك. لو كان يا أخي العصر صار 4 ركعات ما تلحق ضيوثنا الركعة زلط ديال وقت العصر 3 ركعات يدن الشيخ المغرب فقد أدركت الصلاة. كنت سميتي الأمر ذكرناه، صلاة العصر عندها 4 ركعات، وين راه يفدون ديال الظال مثلا 5 و27. الله أكبر، قسم يزول ركعة
وتكتمل الركعة بسجدتيها، يعني الركوع كذا سجدتين، تنكمل الركعة فقد أدركت الصلاة، صلاة العصر. يديني 3 ركعات تياض زول خسنت والشيخ راه يأذن ديجا المغرب، شنو لا حرج ما دمت معذورا، ما إلا تعود العذر الذي يسمح لك بتأخير الصلاة إلى الوقت الضروري، وإذا أدركت ركعة فقد أدركت الصلاة. الدليل نذكركم بالحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم شرحنا فيما سبق، نقل لكم حديثين. الحديث الأول: من أدرك ركعة من الصبح، زوال صباح قبل أن تطلع الشمس، يوثن الركعة قبل دي شرقيتيش يشرق ديطيش. الجواب: فقد أدرك الصبح، يعني أدرك ثواب الصلاة، يبي ثواب ينس. مانيش نقول هكذا معناه نقول لكم دير البورطابل نغرافاي كي تبقى 3 مينوت باش يشرق الشمس، لا ما نقولش هكذا. نقول الفقه هذا اسمه الفقه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. واحد اللي عنده الفقه ما يتقلقش، عندك علم معاك. ممكن واحد في لافامي ناض مازال 5 دقائق يشرق الشمس، يقول لك مادام قريبه هي خليها نرقد حتى 9 نوض. نوض اذا لحقت ركعه لا باس بك، مش راك نفعته. بالك هو ينوض، انت لما تعرفش تقول له سي با لا بين، غير رقد كمل. أليس كذلك؟ مادام ما كاينش الفقه تقول له مازال 10 دقائق يشرق الشمس، سي با لا بين، كمل ارقد. لا راك ضريته، يا اما يضر نفسه يا اما تضره، باش بقله الفقه. الحديث يقول: اللي يلحق ركعه واحده قبل ما تشرق الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر، هاو في الموضوع تاعنا اليوم، قبل أن تغرب الشمس. صفي السؤال، الجواب عن السؤال: ما هو المقصود بفوات العصر؟ معناه أنك تصليها بعد فوات وقتها الضروري، سيتادير وين راه يظل العصر بعد ما يديك شمال المغرب. وقيل المقصود سي الحديث رقم 20. دليل: ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وفي رواية قبل أن تغيب، رواية أخرى يسري تغرب، رواية تغيب. الله يبارك. وهذا يعتبر أداء باعتبار النية. تخدم النية تصلح قضية الركعة، عندك أجر الذي أدى الصلاة في الوقت، لا تعتبر قضاء ولكن تعتبر أداء. الإدراك إذن الوصول إلى الشيء واللحوق به. وحديث آخر للإمام النسائي يبين هذا الحديث، حديث آخر. علاش جماعة الخير حضرت المرة اللي فات في ملتقى السنة المبارك، من الكلام اللي سمعته هنا، الكلام العلمي، أنه واحد ما عندوش حق يفتي بحديث واحد. فهمتوا يا جماعة؟ درك الآن في الحلقات العلمية إذا كان ملتقى يدوم 5 أيام ندوزي، الله يبارك وجزا الله خير جميع القائمين على المسجد، على رأسهم فضيلة الشيخ والمشايخ، وكذلك الشيخان البخاري ومسلم، وكذلك اللجنة الدينية، جزاكم الله خير. مع انتهى 5 أيام يفوتن، ولكن مع الوقت نحتاج إلى التدريب. ما تقدرش تفتي بحديث واحد ولا ب20 حديث. لازم من شروط التعامل مع السنة أنك تجمع جميع الأحاديث اللي عندها علاقة بموضوع واحد، لازم تجمعهم، بل تجمع الآيات ثم الأحاديث وتجيب فهوم الصحابة والسلف الصالح، وبعدين تخرج سانتز، تخرج فتوى، تخرج الحكم الشرعي كما يلزم. هو حديث الإمام النسائي واش يقول؟ من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها. يلي صلى ركعة واحدة نتاع العصر قبل المغرب و3 ركعات بعد أذان المغرب ما تخافش،
الحديث يقول لك فقد أدرك الصلاة كلها، بشرط يكون تأخير الصلاة بعذر باش يكون الكلام واضح، إلا أنه يقضي ما فاته. طبعا ماشي يصلي ركعة يسمع أذان المغرب غير يحبس، خاطر ممكن واحد يفهم. شوف سبحان الله دقة الحديث النبوي الشريف، ممكن واحد يفهم يصلي ركعة واحدة نتاع العصر ويسمع أذان المغرب غير يسلم يقول سي بون اليوم درت بون افير، ماشي بون افير، كمل 3 ركعات هذوك اللي بقاو لك وعندك اجر ان شاء الله تعالى. السؤال الاخر، هل يصدق الحكم على سائر الصلوات؟ الجواب نعم. ذكرنا كلام ابن عبد البر وذكرنا الحديث. ثم اخيرا في حديث خفيف في بشي ثواني، حديث رقم 21، حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان عمر بن الخطاب انصرف من صلاه العصر. عمر بن الخطاب خرج من الجامع صلاة العصر، فلقي رجلا هو رجل من الأنصار، لقاه لم يشهد العصر، ما حضرش صلاة الجماعة، فقال له عمر ما حبسك عن صلاة العصر؟ الله يا ربي الله، تصور أنت تجي ويلقاك عمر بن الخطاب يقول لك واش هذاك الرجل قدامه عمر، فذكر له الرجل عذرا، جاب له العذر. واش قال له عمر بن الخطاب؟ قال له كلمة واحدة، قال له طففت. أعطى له كلمة تحتاج إلى ساعة من الشرح. طففت تحدث بوله، ما دارش معه محاضرة، كلمة واحدة طففت. سيأتي البيان والشرح في الدرس القادم إن شاء الله وقدر. والسلام عليكم ورحمة الله.